هو احنا ليه كل ما نروح مناسبة أو تجمع عائلي وفي رمضان لازم نتسأل أسئلة سخيفة؟ أنت تخنتي كده ليه؟ أنت ليه لسه ما خلفتيش لحد دلوقتي؟ أنت لسه ما جبتش عربية لحد دلوقتي؟ طب هو أنت بقى مش ناوي تخلف؟ أسئلة محرجة وفي وسط عادة تجمعات بتكون عددها كبير، يعني أسئلة ما ينفعش إن هي تتسأل أبدا. تعالى بقى النهاردة أقول لك في روشتة عدسة تعمل إيه لو اتسألت أسئلة محرجة زي دي. على قد ما تقدر خليك بعيد من الشخصيات اللي مصرة تسأل الأسئلة اللي مش مفروض إنها تتسأل دي. حاول إن أنت تخليك مع 2 أو 3 من اللي انت بترتاح معاهم في الكلام وخليك بعيد عن الشخص ده. لو حد ألح عليك في سؤال في موضوع معين قول له والله انا مش حابب اتكلم في الموضوع ده دلوقتي، انت اخبار شغلك ايه؟ حاول ان انت تغير المسار لحته تانية. رقم 3 خلي عندك ثبات انفعالي، خليك كده بوكر فيس زي ما بيقول، حتى لو في كلمه ضايقتك ما تردش عشان ما تحسسش اللي قدامك ان هو استفزك، لان اوقات في ناس للاسف بتبقى عايزه تستفز، فكده كده هيسال حتى لو انت ما ردتش او حاولت تتفادى السؤال ده باجابه اخرى، هو هيعيد السؤال بصيغه تانية وثالثه. فانت لازم تكون حريص جدا في الحكايه دي وتحاول تخرج من الموضوع باكتر من طريقه. مره ان انت بترد بسؤال او مره ان انت بتساله عن حاجه تانية خالص غير اللي هو قال لك عليها، اساله عن شغله عن حياته واخرج من الموقف بكل بساطه. مش من حق اي حد خصوصا في التجمعات العائليه بحكم القرابه ان هو يسالك اسئله مش مفروض انها تتسال. اشوفكم على خير، سلام.